والله انا كان نفسي اطلع في مداخله مع الكابتن ابراهيم فايق والكابتن شيكابالا في الحلقه اللي عملوها، الحلقه العظيمه اللي عملوها. يعني بجد كان نفسي اعمل مداخله عشان اسال الكابتن شيكابالا كابتن نادي الزمالك العظيم كام سؤال مهمين جدا جدا. اول حاجه، اول سؤال عن نفسي اساله له: انت ليه في الوقت ده طالع تقول الكلام ده وتضرب مفك في سمعه الفريق وسمعه ناديك وسمعه زمايلك؟ ليه؟ ايه الغرض؟ ده اول سؤال، يا ريت تجاوب عليه. تاني سؤال: هل انت ما كنتش تعرف ان هما معاهم شيشه؟ هل الاداره ما تعرفش، او مدرب الفريق او كابتن الفريق اللي هو انت ما يعرفش ان هما كان معاهم شيشه؟ لو انت ككابتن الفريق ما كنتش تعرف ان معاهم شيشه، دي حاجه تدينك انت. اول حاجه. السؤال اللي بعد كده: انت ككابتن الفريق في 2016 اللي طالع تكشف اسرار فرقتك 2025، هل اخدت اكشن في الوقت ده؟ هل اخدت موقف؟ هل عاقبتهم؟ هل بلغت الاداره؟ تاني، دي حاجه تسيئك انت، دي حاجه ترجع لك انت، تسيء اليك انت، مش تسيء اليهم هم في الاول. ده في الاول وفي الاخر تسيء اليك، لانك انت كنت كابتن الفريق وسكت. والساكت عن الحق شيطان اخرس. وانت لما بتشوف حاجه غلط وسكت عليها، يبقى انت شريك فيها، يبقى انت شريك فيها وسكت، معنى كده ان انت وافقت. طب هل الموضوع ده ما حصلش قبل كده او ما تكررش بعد كده؟ لا اعتقد، واعتقد انه اتكرر واتكرر واتكرر وانت برضو سكت. وبكره هنسمع كتير وهنشوف كتير وهنعرف كتير. بس السؤال: انت ليه في الوقت الحالي طالع تضرب في زمايلك وفي فرقتك؟ ليه؟ السؤال التاني: هل هم جابوا الشيشه من هناك، من في جنوب افريقيا، في المباراه النهائيه بتاعت دوري ابطال افريقيا، وانت طالع تغسل ايدك وتعلق الشماعه بتاعت فشلكم وفشل فرقتكم ان في اتنين كانوا بيشربوا شيشه؟ يا سلام، اكن انت اتفاجئت بقى. الاتنين دولت اللي انت بتتكلم عليهم دول معاك بقالهم سنين، شهور، ومش اول مباراه. وتخيل انت في مباراه في بلد غريبه ولقيتهم بيشربوا شيشه. امال المباريات اللي في مصر بيعملوا ايه؟ طب هل الشيشه وهم بيشربوها الانذار بتاع الحريق ما ضربش ولا هم فصلوه؟ ما هو في اسئله كتيره يا كابتن لازم تبقى تتكلم وترد عليها. ما ينفعش بعد 10 سنين تطلع، ولا 9 سنين تطلع تضرب مفك في زمايلك وتخون زمايلك وتخون فرقتك، الفرقه والنادي، وتخون ناديك، النادي اللي له خير عليك وفضل عليك، عشان خاطر تركب الترند. يعني انا ما اعتقدش، هل ده بسبب الترند؟ انت عايز تركب ترند، فكده انت بتركب ترند على قفا زمايلك وعلى قفا ناديك وعلى قفا فرقتك. هل انت بالوضع ده كنت تصلح تكون كابتن لنادي الزمالك او لفريق نادي الزمالك؟ انا عايزك انت اللي تجاوب على السؤال ده. هل انت كنت بالاخلاق دي وبالاكشن اللي انت ما اخدتوش واللي انت ما قلتش عليه؟ انت مجرد طلعت تعلق فشلكم على 2 لعيبه، والله اعلم كمان الكلام ده صح ولا غلط، بس انا متاكد انه صح وكلنا عارفين انه صح، وفي اكتر من كده والعن من كده. ومع ذلك احنا مش عارفين انت ليه في الوقت الحالي طالع تقول الكلام ده. انت اللي المفروض بقى تجاوب على الكلام ده. ايه الاكشن اللي اخدته؟ هل كنت تعرف بالموضوع ده ولا لا؟ هل الموضوع ده اتكرر قبل كده ولا لا؟ هل بلغت الاداره ولا لا؟ لان كل دي حاجات تسيء اليك انت، تثبت ان انت كنت كابتن فاشل. فاشل ان انت طالما بتعدي موقف زي ده، الموقف اللي محتاج حنكه اداريه من كابتن الفريق، ومش المفروض ان يطلع يقوله، مش المفروض ان يطلع يقوله. لكن سبحان الله، انتوا دايما بتطلعوا تفضحوا نفسكم بنفسكم، وتمر السنين بعد ما بتعلقوا دايما شماعه فشلكم على الاهلي، وان الاهلي هو السبب، وان الاهلي هو اللي مضطهدكم، والاهلي هو اللي وراكم. بتطلع كل مره يطلع كابتن من الكباتن زي فاروق جعفر مره، وجمال عبد الحميد مره، وانت هو طالع مره، واسامه نبيه مره، وميدو طالع مره، كله طالع في الاخر يكشف الاسرار ويكشف الحقائق ويعرفنا ان الفشل منكم فيكم، وان انتوا سبب الفشل مش حد تاني. لان انت كابتن فاشل، وكون ان انت تطلع تفشي اسرار زمايلك وفرقتك، دي اسمها خيانة الامانة. خيانة الامانة مش صح وما عجبتنيش، وبالنسبة لي مش فارق معايا. بس انا طالع اقول لك ان دي طالعه تسيء ليك انت، مش للناس اللي كانوا بيشربوا شيشه. للاسف بتسيء ليك قبليهم،
ماشي يا كابتن؟ واي زملكاوي عنده رد يطلع يرد على الكلام اللي قلته. سلام عليكم.